فشارك جاهز؟ طب يلا بينا. أحداث القصة دي مستوحاة من أحداث حقيقية حصلت بالفعل في قرية من قرى الهند، وبتبدأ بولادة صبي جميل اسمه كارسان، واللي كان منتمي لطائفة دينية مشهورة في الهند وقتها اسمها طائفة الفشنوية. وكان واضح قد إيه والد كارسان بيحبه جدا وطاير بيه من الفرحة وهو شايله، وعمره يدوب لسه دقايق معدودة، وده لأنه بسبب الشبه الكبير اللي كان بين كارسان وجده، واللي بالفعل سماه على اسمه. ومرت الأيام بسرعة وكبر كارسان، وكان باين عليه ولد شقي وغلباوي وأسئلته كتير في المعتقدات الدينية، وده كان دليل على ذكائه وإنه مخه شغال. وخصوصا لما كان بيروح المعبد مع خالته وأمه وأبوه ما كانش بيبطل أسئلة، وفضوله كان كبير جدا. وللأسف بتموت والدة كارسان وهو لسه صغير، وحسب معتقداتهم الدينية حرقوها ونصروا رمادها في النهر. ولأن والد كارسان قرر يتجوز بعد وفاة زوجته، قررت خالته تاخده ويعيشوا مع خاله في مدينة مومباي العريقة عاصمة الهند. بيكبر كارسان وأصبح شاب وسيم جدا، وكمل تعليمه لحد ما بقى صحفي شاطر جدا، وكان واضح إنه بيعطف على الفقراء وشخص اجتماعي وبيتعامل مع كل الناس. وده كان دليل إنه شاب ذكي وسوي نفسيا، لذلك اتعين بسرعة في جريدة محلية في مومباي، وكانت كتاباته كلها ضد الإنجليز، وكان مثقفين المدينة كلهم معجبين بكلماته، وأشهرهم السيد جولدس وريتشارد. وبعدها بنشوف كارسان واقف مع خالته وهي في قمة سعادتها علشان فاضل أيام على عقد زواجه، وعمالة تغازل فيه. وبعدها بيخرج كارسان للاحتفالات في الشوارع، وكانوا بيحتفلوا بالألوان في أعيادهم. لكن تعالوا نسبق كارسان علشان نشوف خطيبته كيشور، واللي كانت جميلة جدا. وفجأة بيظهر وراها وبيشدها من إيدها وعاوز يحتفل معاها ويحط على وشها ألوان، لكن كيشور كانت متدينة جدا وبترفض تحط أي ألوان قبل الاحتفال مع كاهن القبيلة واللي كانوا بيعبدوه للأسف. وقبل بداية الاحتفال بنشوف الكهنة وهما بيجهزوا جيجي أو الكاهن الأعظم زي ما بيسموه للاحتفال، ولما الكاهن بيطلع لأتباعه بيهتفوا باسمه. ومش بس كده، دول بيعملوا ليه ممر شرفي وبيفردوا ايدهم علشان يمشي عليها في مشهد هزلي مش مفهوم. ولما بيوصل للتمثال اللي على حسب معتقداتهم بيجسد صورة الإله الكاهن الأعظم بيرمي عليه الألوان، وبكده بيبتدي احتفال هولي، وبيبدأ أتباع الطائفة في الرقص وبيرموا على بعض الألوان. وساعتها الكاهن الأعظم بيشوف كيشور وبيختارها علشان تكون شريكته في طقس بيدي للكاهن الحق في إنه يعمل مع البنت اللي بيختارها علاقة. والمصيبة مش هنا، المصيبة إن البنت اللي بيتم اختيارها للطقس ده بتفرح جدا وأهلها بيفخروا بيها، لأنهم بيعتبروا إن بنتهم في مهمة دينية مباركة، حاجة استغفر الله العظيم يعني. المهم إن كيشور بتدخل مع الكاهن الأعظم لأوضته، وجيرجهارد تابع الكاهن الأعظم بيقف يحرس الباب. ومش بس كده، ده كمان بياخد فلوس من الرجالة في مقابل إنهم يتفرجوا من شبابيك الأوضة. وفي الوقت ده كارسان بيدور على كيشور لكنه ما بيلاقيهاش في أي مكان، فبيروح يسأل أختها عليها، وساعتها بيتصدم وبيروح لأوضة الكاهن. ولما بيبص من الشباك وبيشوف اللي بيحصل بيجري على الأوضة وبيتعصب على كيشور. فالكاهن بيرد عليه بمنتهى البرود، وده لأنه واثق إن ليه أتباع كتير كلهم مؤمنين بيه. حتى كيشور نفسها بترفض إنها تمشي مع خطيبها لأنها لسه ما كملتش واجبها المقدس، ومن كتر ما كارسان بيكون مصدوم فيها بينهي علاقته بيها للأبد، وبيرجع لبيت خاله وبيطلع لأوضته وبيقفل الباب عليه وبيعيط. وتاني يوم كيشور بتروح له شغله في دار البلدية، وبتحاول تعرفه إنها ما عملتش حاجة غلط وإن اللي هي عملته ده واجب مقدس. لكن كارسان بيكون مصمم على موقفه، وبيفكرها إنها ما كانتش بتخليه حتى يمسك إيدها وهما مخطوبين، مع إن كان فاضل لهم وقت قليل جدا على الجواز. وده لأن في عرفهم اللي بيسيب خطيبته يدفع لها تعويض، بيعرفها إنه هيدفع لها تعويض عن فسخ خطوبتهم، وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل كيشور بتروح للكاهن الأعظم وبتحكي له على اللي كارسان عمله معاها، فبيهديها وبيعرفها إنها تبقى محظيته المفضلة، وده شرف كبير جدا ليها، وبتفتكر إن هي لوحدها اللي نالت الشرف العظيم ده. ولما الكاهن بيخرج من الأوضة بتخرج بعده بشوية، وساعتها بتسمع صوته في أوضة تانية وهو بيقول لواحدة إنها تكون محظيته المفضلة. فبتفتح الباب، وساعتها بتتفاجئ إن البنت اللي مع الكاهن هي أختها، فبتاخدها وبيهربوا هما الاتنين من دار العبادة. وفي نفس الوقت خال كارسان بيتعصب عليه لأنه فسخ خطوبته على كيشوري بسبب اللي حصل، لأن من وجهة نظره اللي حصل مع الكاهن ده طبيعي جدا، وحصل مع خالته ومرات خاله، وهو وجوز خالته اللي مات كانوا مبسوطين بيهم. فكارسان ما بيقدرش يتحمل كلام خاله وبيطلب منه يسكت، وهنا خالة كارسان بتطلب منه يخرج من البيت وما يرجعش تاني. وتاني يوم
واحد اسمه شامجي هو وأخته ليلالفي بيروحوا لجيجي، وشامجي بيطلب من جيجي إنه يستر على أخته اللي حامل منه، فجيجي بيهديه وبيدي لليفاتي عشبة بتسبب الإجهاض وبيطلب منها تاكلها، وساعتها أخوها بيفضل يصرخ وبيترجى جيجي إنه ما يأذيش أخته. وفي نفس اليوم بالليل كارسان بيشوف شامجي وأخته وهما قصاد دار العبادة، والليفاتي بتكون حالتها صعبة جدا. ولما كارسان بيعرف اللي جيجي عمله معاهم بيروح يدور لهم على عربية علشان ينقل ليليفاتي بيها للمستشفى، ولما بيرجع بيلاقيهم اختفوا، وبيشوف باب دار العبادة وهو بيتقفل، وساعتها بيقابل كاهن عجوز فبيحكي له على اللي حصل، فبيعرف من الكاهن إن ليليفاتي مش أول واحدة ولا هتكون آخر واحدة يتعامل فيها كده، وبيطلب منه يبدأ الثورة ضد جيجي اللي أتباعه مخدوعين فيه. والصبح أهل القرية بيكتشفوا إن كيشوري انتحرت، ولما كارسان بيشوفها بيتصدم، وبالليل بيحضر جنازتها مع أهل القرية. ووقتها أخت كيشوري بتديله جواب، لما بيفتحه بيلاقيه رسالة من كيشوري بتعرفه فيها إنها ندمانة لأنها اتخدعت باسم الدين، وجيجي كان سبب في إنها خسرت حبه ليها وعلشان كده انتحرت، وبتطلب منه ينتقم من الكاهن الأعظم. وتاني يوم بيكتب مقالة ضد جيجي، ولما مدير البلدية بيقراها بيرفض إنه ينشرها في الجريدة الرسمية، لأنهم لو نشروها يبقى كده بيعادوا جيجي اللي ليه نفوذ كبيرة في البلد كلها، وهو وأتباعه هيقفلوا الجريدة ومش بعيد إن هم يخلصوا عليهم. فكارسان بيقرر إنه يفتح جريدة خاصة بيه، وبعد كام يوم بيحتفل بافتتاح جريدته وبيوظف فيها عمال علشان يساعدوه في الطباعة، وبيبتدي يطبع مقالاته اللي بتحرض الناس ضد جيجي. وقبل ما المقالات تتوزع أتباع جيجي بيهاجموا العربية اللي هتوزع الجريدة وبيدمروا كل النسخ، وبيقرر جيجي إنه يعاقب أتباعه بإنه يقفل دور العبادة كلها لحد ما أتباعه يضغطوا على كارسان ويجبروه إنه يعتذر له، وبيكون متأكد من نجاح خطته لأنهم صايمين ومش هيقدروا يكسروا صيامهم إلا إذا دخلوا للمعبد. وتاني يوم كل دور العبادة بتتقفل وأتباع جيجي ما بيقدروش يدخلوا لدار العبادة، وبيعرفوا إن ده عقاب جيجي ليهم بسبب أفعال كارسان. وفي اللحظة دي كارسان بيوصل ومعاه صورة دينية، وبيعرفهم إنهم يقدروا يعبدوا إلههم في أي مكان، وإن جيجي دمر كل نسخ الجريدة اللي كان بيهاجموا فيها، لكنه هيطبع نسخ تاني علشان يعرفهم حقيقته، وبيطلب منهم ما يسمحوش لجيجي بابتزازهم. وهنا بنت جميلة اسمها فيراج بتطلع من بين الناس وبتأيد كلام كارسان وبتبتدي تاكل، فكل الموجودين بيعملوا زيها. وبعدها فيراج بتروح لجريدة كارسان وبتطلب منه إنه يشغلها معاه فبيوافق، وبعدها بيخرج مع فيراج اللي بتطلب منه إنه يتجوزها، لكنه بيرفض لأنه قصاده هدف لازم يحققه ومش عاوز أي حاجة تشتته عن هدفه. وبعدها فيراج بتفصل له لبس بإيديها وبتسيبهوله على مكتبه، وتاني يوم بتشوفه لابسه فبتعرف إنه بيفكر فيها. وفي نفس اليوم بالليل بتساعده في تحميل نسخ الجريدة على العربية، ولما العربية بتتحرك أتباع جيجي بيوقفوا العربية لكنهم ما بيلاقوش عليها نسخ الجريدة، وساعتها بنشوف إن فيراج وكارسان حملوا الجرايد على عربية تانية وغطوها بالخضار. وتاني يوم بنشوف الناس وهم بيقروا مقالات كارسان عن جيجي وفساده، وبتوصل نسخة من الجورنال لجيجي لكنه بيتعامل مع الموضوع ببرود، ووقتها مراته بتعرفه إن الدكتور وصل وجاب له معاه الأدوية. وتاني يوم بيفتح دار العبادة، وساعتها كعادته بيختار بنت علشان يعمل معاها علاقة، لكن أم البنت بتعترض وبتاخد بنتها وبتمشي. وساعتها فيراج بتروح له وبتعرفه إن الأمهات بقوا يقروا جريدة كارسان وإن مفيش واحدة منهم هتوافق إنها توهب له بنتها، فبيقرر إنه يرفع قضية تشهير على كارسان ويطالبه بغرامة 50,000 روبية. ولما إعلان المحكمة بيوصل لكارسان بيكون واثق إنه هيتسجن لأن مفيش شهود على كلامه، وساعتها مجموعة من رجال الأعمال بيعرفوه إنهم هيشهدوا ضد جيجي لأنه اغتصب بناتهم، وكتير منهم بيربوا في ولاد جيجي بعد ما نسبوهم لنفسهم. وتاني يوم بيروح كارسان لدار العبادة مع المحامي، فبيكون جيجي منتظر إن كارسان يعتذر له، لكنه بيتفاجئ إن كارسان وكل محامي علشان يدافع عنه في المحكمة. وبعدها كارسان بيعرف إن جيجي هدد كل اللي كانوا هيشهدوا معاه ومفيش حد منهم هيشهد معاه في المحكمة، وبعد كده جيجي بيحرق له الجريدة. وساعتها كارسان بيحس بالإحباط وبيقرر إنه ما يقفش تاني في وش جيجي، لكن فيراج بتعرفه إنه لازم يكمل في الطريق اللي بدأه، وبتحكي له إن زمان أبوها خدها لجيجي لكنها قدرت تهرب في اللحظة الأخيرة، وبتطلب منه إنه يكمل في اللي بيعمله علشان ينقذ البنات من الكاهن. وبعدها مرات جيجي بتروح لكارسان وبتديله عنوان حد هيشهد معاه في القضية، وبيكون موقفها ده بسبب إنها كارهة اللي جوزها بيعمله. المهم إن كارسان بيروح للعنوان ده، وساعتها بيتفاجئ إنه في بيت شامجي وللفاتي اللي بتكون حامل في الشهر السابع، وبيعرف من أخوها إن مرات جيجي هي اللي أنقذت أخته في الليلة اللي شافهم فيها،
وبيقرر إنه يشهد مع كارسان في المحكمة. وقبل ميعاد المحاكمة جيجي بيستدعي كارسان، ولما بيروح له بيتفاجئ إنه بينادي على للفاتي وبيعرفه إنه جوز للفاتي لجيردهار وإنه خلص على أخوها، وبيطلب منه يعتذر له علشان يسحب القضية، لكن كارسان بيرفض وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم كل أتباع جيجي بيكونوا موجودين قصاد المحكمة، وقبل ما يدخل للمحكمة أتباعه بيشيلوا كرسي فخم وبيدخلوه للمحكمة. وبعد شوية وقت بنشوف جيجي وهو قاعد على الكرسي في وسط المحكمة، ولما محامي كارسان بيعترض القاضي بيرفض اعتراضه لأن جيجي ليه مكانة كبيرة، ولما بيطلبوا منه يحلف على كتابهم المقدس بيرفض لأن هو اللي بيمثل الدين من وجهة نظره، وأي كلام بيقوله هيكون هو الصح، لكن القاضي بيرفض وبيجبره إنه يحلف فبيوافق. وبتبتدي المحاكمة ومحامي كارسان بيطلب استدعاء الدكتور المسؤول عن علاج جيجي، واللي بيشهد بإن جيجي بيتعالج من مرض الزهري، وده مرض بيصيب الرجالة اللي علاقتهم النسائية متعددة. وساعتها محامي الكاهن بيسأل الدكتور إذا كان كشف على جيجي بنفسه، وبيكون رد الدكتور إنه كان بيعالج جيجي بعد ما بيسمع الأعراض اللي عنده من جيردهار، ده غير إنه كان بيبعت له ستات كتير علشان يعمل لهم عمليات إجهاض وهو كان بيرفض وبيمشيهم. وساعتها جيجي بيعرف القاضي إن الدكتور سمعه تقيل شوية، وده لأنه قال له إنه مصاب بدمام لونها زهري مش بمرض الزهري، واتصاب بيها بسبب كتر أكله للشطة والتوابل. فالمحامي بيكمل دفاعه في الجزئية الخاصة برسائل الإجهاض بإن أي واحدة ممكن تكتب اسم جيجي في رسالة وتروح بيها للدكتور علشان يهتم بحالتها. وهنا الدكتور بيطلب الكشف على جيجي، وبيعرف المحكمة إن الكاهن لو مش مريض بالزهري هيستقيل من مهنة الطب. وبعدها محامي كارسان بيستجوب جيردهار اللي بيكون مصمم إنه اتجوز للفاتي من 8 شهور وإن اللي في بطنها يبقى ابنه. وفي الوقت ده حاجب المحكمة بيطلع يحكي لأتباع جيجي اللي واقفين قصاد المحكمة كل اللي بيحصل في المحاكمة. ولما محامي كارسان بيتهم جيجي باغتصاب بنات طائفته، ده غير أخذ الرشاوي اللي بيوهمهم إنهم قرابين، جيجي بيهدده بإنه هو اللي مدي أوامر لأتباعه إنهم يكونوا هادين، وإن بإشارة واحدة منه هيدمروا البلد كلها. وهنا القاضي بيستدعي كارسان للشهادة، وساعتها كارسان بيحكي للقاضي كل حاجة، وبيعرفوا إنه مش ضد كهنة طائفته، هو بس ضد الفاسدين منهم اللي بيحرفوا الدين حسب مصلحتهم، وإنه عارف كويس إنه لوحده مش هيقدر يعمل حاجة ولا هيغير الواقع اللي البنات والستات بيتهانوا فيه، ورجالتهم بيكونوا فرحانين باللي بيحصل فيهم. وهنا خالته بتدخل المحكمة وبتطلب من القاضي إنها تشهد ضد جيجي، ودي بتكون الشرارة اللي بتخلي 36 بنت يشهدوا ضد جيجي. وبعدها أصدر القاضي حكم ببراءة كارسان، والحكم ده كان يوم 22 إبريل سنة 1862. ولما جيجي خرج من المحكمة يومها كان مستني إن أتباعه يمدوا إيدهم علشان يمشي عليها، لكن اللي حصل إن كلهم وقفوا يبصوا ليه بكره واحتقار، فركب عربيته ومشي. وساعتها كارسان شاف أخت كيشوري فشاور لها علشان تفك عقدة الساري، ومن بعدها تم تحريم طقوس إهانة المرأة في الطائفة الفشناوية الهندوسية. وفي آخر الفيلم بنشوف صورة حقيقية لكارسان والقاضي اللي حكم في القضية والكاهن والدكتور، وبنشوف كمان جريدة كارسان اللي لسه موجودة لحد دلوقتي في المبنى الغربي العظيم في شارع أبولو في منطقة مسيران في الهند بعد ما تحولت لمكتبة. وبكده تكون انتهت أحداث القصة، واستنوني في قصص جاية كتير.